يعني وقتك كله ضايع على السوشيال ميديا، تطلع من الانستجرام على الفيسبوك على التيك توك، خلاص كل حاجه بالنسبه لك ضايعه. ولا محمد صلاح. لا الفيديوهات معاكم انسى. ما طلعتش اصلا يا ابني. ليه يا اسطى؟ معاكم فيديو وراح على السرير فيديو ايه يا عم؟ المره دي هتبقى 1 من 50. يعني انت بتبقى واقف مكانك بس انت مش عارف ان انت واقف مكانك اصلا، فالفكره ما انتش ناسي صح؟ انا عارف ان انت فاكر. بتبقى مش عارف يعني توصل لحاجه من اللي انت عايزها، لان انت ما عندكش ثقه في نفسك. لسه شباب، انا ماشي بمبدأ في حياتي ان طول ما انت بتعمل الحاجه دي هتحسب حاجتين: الحاجه دي مش حرام هترضي ربنا، والحاجه دي مش عيب. السلام عليكم، اهلا بيكم في فلوج جديد. انا لسه جاي من صلاه الجمعه. ما تنساش بقى تصلي على النبي. اول حاجه بس عايز اتكلم فيها، وانه حاول تقول لي رايك ايه في التغيير. يعني شكله حلو، يعني اللون الابيض ده بحس ان هو ايه، يديك شعور حلو كده. يعني انا كل فتره وفتره كده بغيره شويه، انه شكله بيبقى شكله احسن. يعني قول رايك برضه. على امتحان فقلت ان انا بقى ايه اعمل فلوج، فاحنا هنحاول بقى ان احنا نبدا. يلا بينا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الساعه داخله في 4:30. حاجه عايز اتكلم فيها مهمه جدا. يعني انا طلعت اقرا شويه في الكتاب ده. يعني مش عارف هو معكوس بقى، هو معكوس تقريبا لانه بالكاميرا الاماميه. فالجو هو جدا جدا يعني. فمن اصعب الحاجات بقى اللي احنا بنمر بيها هو انك لما توصل لمرحله في حياتك او حاجه تقف عندها وتقول خلاص كده، ما بتقدمش في حاجه تاني، بتقف مكانك. يعني انت بتقف مكانك بس انت مش عارف ان انت واقف مكانك اصلا. فالفكره يعني الفكره صعبه جدا لما بتلاقي نفسك ان انت خلاص كسلان، مش عارف، ما بعملش حاجه، ما بطورش من نفسي في حاجه. يعني انا مثلا شخص جبت مجموعه ودخلت الكليه خلاص، وقفت عند المرحله دي. لا، ده من اكبر الغلطات اللي انت بتعملها في ثالثه ثانوي. هتلاقيك او انت في مرحله في مراحل حياتك صعبه. انت كنت في ثالثه ثانوي، سواء في اي سنه يعني من الدراسيه، فانت قبلها في الاوقات دي بتبقى ايه، مش فاضي غير ان انت تحقق الحاجه اللي انت كنت عايزها دي. طب ساعه ما بتحققها تبقى فاضي، تقف مكانك، ما بتتحركش من مكانك. يعني احنا رجعنا لكم من تاني. انا مش عارف تقريبا ثواني كده سيكا. عاملين يا شباب؟ يعني دلوقتي احنا تقريبا الساعة دلوقتي داخلة في 9 أو 8. يعني داخلة في 8 بالظبط. تقريبا الساعة دلوقتي يا شباب داخلة في 8. فمن أفضل الحاجات إن أنت تتغلب على المشكلة دي إن أنت تحاول يعني تحط هدف قدامك للفترة بعد الكلية أصلا. يعني يعتبر أنت حاطط الهدف ده طول حياتك، مثلا إن أنا هتعلم حاجة مثلا فإني أتطور فيها لحد بص إن أنا أوصل لمرحلة جامدة جدا. يعني انا هتنينا اتطور فيها لحد ما انا يعني انا ماشي فيها، مش فارقة معانا هي هتخلص امتى. الله انت فاهم الفكرة. وابقى حاطط لنفسي كذا حاجة ان انا يعني ان شاء الله يعني بعد توفيق ربنا ان انا هعملهم. مثلا احنا بتيجي في الفترة دي فترة الواحد بيبقى تعبان جدا بقى وكان مشغول وما عندكش وقت. يعني انت في الفترة دي كان بيبقى حرفيا بتبقى عايز تتعلم حاجات كتير، اي حاجة، سواء بقى يعني مجالات كتير زي ماركتينج، زي برمجة، زي مثلا تتعلم انجليش. فهي الفكره ان انت بتبقى عايز تتعلم حاجات كتير في الفتره اللي انت بتبقى مشغول فيها لو انت صغير، فتره من حياتك. فانت لما بتيجي تحقق الحاجه اللي انت كنت عايزها اللي هي المهمه جدا جدا في الفتره دي، بتلاقي نفسك ان انت يعني انت بقيت فاضي. بس هل بقى الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها دي انت هتعملها وانت فاضي دلوقتي؟ مليون في المية. كلنا بنبقى من التعب خلاص شلنا الحاجة دي من دماغنا اصلا ونسيناها اصلا. فاهم الفكرة. فحرفيا حاول تراجع الحتة دي وتفتكر الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها او عايز تحققها او عايز تتعلمها، لا وارجع لها. يعني انت بالنسبة لك الوقت فاضي، يعني انت عندك حاجات كتير
تقدر تعملها. يعني حاول ما تضيعش عمرك في حاجه تافهه. ومن اكتر الحاجات اللي بتضيع لك الحاجه دي هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا حرفيا واخده وقتك كله، يعني وقتك كله ضايع على السوشيال ميديا. تطلع من الانستجرام على الفيسبوك على التيك توك، خلاص كل حاجه بالنسبه لك ضايعه. لا، غلط قوي ان انت تستخدم السوشيال ميديا، يعني تضيع حياتك في الحاجات التافهه دي. يعني السوشيال ميديا مش هتحقق لك حاجه. اللي بيفهم هو اللي يعرف يستخدم السوشيال ميديا لصالحه هو. يعني انا بالنسبه لي اللي يعرف يخش يبحث مثلا او يجيب حاجه حرام، يعرف برضه يتعلم حاجه ويجيب حاجه حلال. فهي الفكره في كده ان انت تستغلها في الحاجه الصح. يعني السوشيال ميديا مفيده جدا ومضره جدا في نفس الوقت، بس على حسب استخدامك. يعني حاول تقلل من استخدامك للسوشيال ميديا خالص، لانها حرفيا السوشيال ميديا دي عامله زي زحليقه. انت لما بتنزل تنها تشدك لحد ما بتبقى مدمن. بالنسبه لك اصلا انت مدمن سوشيال ميديا. بتيجي تذاكر مفيش اي قابليه للمذاكره، مفيش اي قابليه للتعلم، فانت مش عارف ان انت تعمل اقطع السوشيال ميديا، امسحها من على الجهاز. بالنسبه لك طالما انت مش عارف ان انت طول ما هي على الجهاز تتحكم في نفسك، او ابسط حاجه، يعني ابسط حاجه خالص، اقفل النت، طلع الموبايل بره. دي اسهل حاجه ممكن تعملها وابسط حاجه. وقول لي رايكم يعني في الابجريد اللي انا عملته في السيت اب. يعني انا حاسس حرفيا ان السيت اب والله عامل زي السيت اب بتاع احمد ابو زيد، يعني اللي هو اللون الابيض والديكورات وكده. هو مش زيه قوي يعني، بس هو كشكل انا تهيألي يعني ان هو زيه، بس هو كشكل جامد عاجبني يعني جدا جدا. فيعني انا دلوقتي المفروض اذاكر، والماده دي المشكله ان هي نظري. يعني انا بكره المواد النظري دي. يعني انا ما بحبش ماده نظري لانها بتبقى عايزاك ان انت تحفظ، وانا كشخص انا عارف ان انا ما بحبش الحفظ. يعني انا ما بحبش الحفظ خالص. بحب الحاجه ان هي تبقى تكنيكال، يعني عمليه اكتر ان انا اشتغل عليها. فالمشكله بقى ان هي نظري، فانا مش عارف اعمل ايه. فبس هنشوف هنعمل ايه. يعني هنحاول نشرب النعناع ونظبط الدنيا. فيلا بينا. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صباح الامتحانات. النهارده لسه شارب شاي، مش قهوة يعني، عشان القهوة يعني ايه بقت غالية، فنوفر شوية. فاحنا رايحين دلوقتي ايه الامتحان، ونقابل بقى باشمهندس مصطفى عشان لسه في البصمجيات اللي هنبصمجها في المواصلات. ليتس جو. الحمد لله كله تمام. مش عارف عملت ايه يا ابو علي؟ بقى اكل الجمبري موت. عملت ايه؟ 10 اسئله تم هبدهم والباقي باذن الله تقفيل. عملت ايه يا مزونه؟ قول والله العظيم ما بالفعل بالنسبه والله لا تقول. مصر كسبت، انا كسبت انت كمان. ولا محمد صلاح؟ لا الفيديوهات معاك انسى. ما طلعتش اصلا يا ابني. ليه يا اسطى؟ معاك فيديو بروح على السرير المادي. فيديو ايه يا عم؟ المره دي هتبقى 1 من 50. فاهم. لا مش للدرجات ان انت تجيب 1 من 50 يعني. 10 من 50. ما 10 برضه مش درجه. بس والله يا تعالى، والله لازم تقول لي انت كده. والله العظيم عملت ايه يا اسطى؟ مصر تحيا مصر. يا عم انا مالي بمصر يا عم، انا بقول لك جبت كام. انت توقعت. انا بص اهم حاجه يا اسطى ايه؟ اهم حاجه ايه يا اسطى؟ اهم حاجه ايه؟ ان الماده عدت. حلنا وحش حلنا حلو، بس ان شاء الله يعني ايه حلو. خليك يا اسطى متفائل. انا سمعت لا عملت محمد صلاح كله تمام زي الفل. بس انا يا اسطى مش مصور معاك تاني. انت واحد صح؟ انا ده بيوسي ده بيوسي. ايوه بي سي يا اسطى كتير جامد. بص احنا هابدين بالعقل. ماشي هابدين بالعقل. انا لسه يا جماعه جاي من صلاه العشاء،
فانا دلوقتي المفروض اروح الجيم، فطبعا انا هعمل قهوه. يعني انا مش هعمل قهوه عشان اذاكر، لا انا هعمل قهوه عشان اروح الجيم. في حته كده لمستني جدا جدا، كانت يعني على السوشيال ميديا، مش انا يعني اللي عاملها، انا شفتها على السوشيال ميديا، فحاجه مهمه انا عايز اتكلم عنها واحنا كلنا بنمر بيها. عارفين يا جماعه لما احنا كنا في ثالثه ثانوي، بس خلونا اعمل القهوه انا بتكلم معاكم، فانا حاسس يعني البتاعه تبقى باينه عشان بس ايه ما نضيعش وقت اللعب. في حاجه مهمه جدا جدا كنت عايز اتكلم. فاكرين يا جدعان انتوا في ثالثه ثانوي؟ ما انتش ناسي صح؟ انا عارف ان انت فاكر. في حاجات كتير احنا كنا بنعملها، ومن ضمنها ان احنا كنا تقريبا يعني تقريبا نسبة 90% او 95% انك كنت بتصلي الفجر. يعني انت تقريبا كنت بتصلي الفجر. عايزك تقول لي انت كنت بتدعي ربنا قد ايه ان انت تخش الكلية دي؟ اي كلية بقى، سواء انت في كلية ايه، ماليش دعوة بكلية ايه. ايه الكلية اللي انت كنت عايز تخش؟ انت كنت بتصلي الفجر قد ايه يعني؟ كالتزام حرفيا كلنا بلا استثناء كنا بنصلي ملتزمين جدا بصلاة الفجر. طب قول لي يا معلم، بعد ما انت ربنا كرمك ودخلك الكلية اللي انت عايزها، عملت ايه؟ هل تنيتك ملتزم بصلاة الفجر؟ طبعا كلنا واولهم انا ما التزمناش، وانا عارف يعني ممكن تكون في ناس بس جزء صغير. فانا افتكرت بقى الآية دي على طول. يعني انا افتكرت الآية دي على طول، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. معنى الآية بيعرفنا ان احنا كلنا كنا بندعي ربنا ان ربنا يوفقنا، وكنا ملتزمين بالصلاة في وقت ثالثه ثانوي دي. عموما هي مش ثالثه ثانوي بس، هي فترة يعني في حياتك كنت عايز ربنا يحقق لك حاجة. طيب بعد ما ربنا وفقك ويحقق لك الحاجة دي، عملت ايه انت؟ ما التزمتش مع ربنا. حرفيا انت ما التزمتش مع ربنا. الحته دي بجد بتخوف الواحد جامد، بجد والله الحته دي بتخوف الواحد جامد قوي. يعني ربنا يكون كريم معاك ويحقق لك الشيء اللي انت عايزه ويوفقك فيه، وانت تنقض العهد مع ربنا ان انت كنت ملتزم بصلاه. يعني انت كنت ملتزم بصلاه الفجر عشان ربنا يحقق لك الحاجه دي. لما ربنا يحقق لك الحاجه دي انت سبت الصلاه، ما سبتهاش يعني ما عدتش ملتزم بالصلاه. انا اولكم بس عشان ما حدش يفكر ان انا بقول لك انت ومش انت، انا اولكم. فحرفيا الواحد بيزعل من نفسه جدا جدا. فاللي اقدر اقوله في الحته دي ان احنا يا جدعان عايزين نرجع نصلي الفجر ونلتزم فيها، نلتزم بصلاه الفجر. من الاحاديث دي في حديث الله وبشر المشائين في الظلمات بالنور التاني يوم القيامه. يعني انت لما تبقى ماشي على الصراط، صلاه الفجر دي بتنور لك قدامك وانت شايف وانت ماشي. صلاه الفجر دي مهمه جدا يا جدعان. وننطلق، فيلا بينا، سلام. ده الشخص اللي كنت اقول لكم ان انا هيجي معايا الجيم. يعني حرفيا عرفني في حياتي كلها، في كل حاجه، في كليه، في جيم. صورنا تمرينه انا بكرهها جدا يعني. بقالنا كتير ما لعبناش بجد الرجل ديت الواحد ما بيلتزمش فيها خالص بجد. يعني من اكتر التمرينات اللي الواحد مش عايز اقول بس. فيا جدعان احنا دلوقتي هنبدا في ليتس جو. جامد. ده تسخين على فكرة يا شباب، ده مش مستواه. شايف انا بعمل ايه بس. والله يا جدعان انا اللي محل الفيديو. عاش عاش جامد موت. جامد. ما هو السكوات يا اسطى بيقوي العود بتاعك او صلب جسمك، انت فاهم، اللي هو بيخليك قوي كده وانت واقف. ماشي، ما هو انت لازم بقى تلعبه كتير. احنا ما بنلعبش رجل اصلا مره في السنه. ايه؟ احنا ما بنلعبش رجل غير مره في السنه اصلا، حرفيا مره في السنه. يعني 1 in year. لا انا عايز التزم بيها بقى يا اسطى. حرفيا لا انا عايز التزم بيها والله. عايزين نلتزم بالرجل جدا. طب انت وده كابتن محمد؟ ده كابتن. عايز حاجه مصعد. التمرينه دي بجد يا شباب جامد. عاش. هنا الماتش. يا ترى يا هل ترى
احنا لسه جايين من الجيم، يعني احنا لسه خلصنا الجيم. كنت عايز اتكلم في موضوع مهم جدا جدا، يعني هو موضوع ان انت بتبقى مش عارف يعني توصل لحاجه من اللي انت عايزها، لان انت ما عندكش ثقه في نفسك. وهم الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه، وانت مش عارف تلتزم باي حاجه في حياتك، او تكون شخص واثق من نفسك، او مش بتاخد بكلام الناس. فالموضوع ده حرفيا بيقابل بص يا ناس شباب. كتير، بتخليك ان انت يبقى عندك ثقه بنفسك، هو ان انت تكون يعني مقرب من ربنا، وحرفيا ماشي بمبدا ان بكره يا شباب لو الناس الكلاب جريت ورايا انا هسيبه واجري، والله لا اسيبك واجري. ان يا رب ان شاء الله مش هيجري وراك. فالناس اللي انت عامل حسابهم ده، تبقى يعني واثق في ربنا، وان انت بسعيك ربنا هيوفقك. ما تشغلش دماغك بقى بكلام الناس، ما تشغلش دماغك باحباط أنا اي أتدخل حد. بحاجة؟ ما تشغلش دماغك بده عمل وده سوى، ما تقارنش نفسك بحد. فدي من اكتر الحاجات يعني اللي بتخليك كده. ممكن اتدخل؟ اتفضل يا اسطى. بص يا شباب، انا ماشي بمبدأ في حياتي ان طول ما انت بتعمل الحاجه دي هتحسب حاجتين، الحاجه دي مش حرام هترضي ربنا، والحاجه دي مش عيب غير راي الناس، يعني راي الناس طز فيه بس مش عيب. انت والله ما بهزرش، بالظبط. مش عيب ومش حرام، مشي في طريقك كده بص كده. بص الناس بص اهم سيبني بقى حاجه، اقول لك، بص اهم سيبني حاجه اقول لك. بص اهم حاجه بس اعتدت حاجه، عشان بس ما نكونش مش عيب مش حرام، بتفيد الناس، مش بتضيع وقت الناس. انا ماليش دعوه، لا ده لو انت بتقدم محتوى، ماليش أيوة. دعوه بالمحتوى، انا بتكلم في بالظبط، الحياه انا عامه. بتكلم ماشي، انا تمام. بتكلم كمحتوى يعني. راي الناس بقى ده يا شباب، انت كده كده هتقابل كميه انتقاد من الناس بالظبط ملهاش عدد، بالظبط سواء بتعمل حاجه حلوه سواء بتعمل حاجه وحشه، كده كده هتقابل ناس سلبيه هتكلمك بطريقه مش كويسه، بالظبط. وهتقول لك كلام حرفيا. والله حتى لو انت بتعمل حاجه حلوه، ده بالظبط. انت لو بتعمل حاجه يعني حلوه هتلاقي انتقاد اكتر من لو أكتر. بتعمل حاجه بالظبط. وحشه. بالظبط أنت فاهم؟ اكتر من الحاجات ان انت فيا تعمل باشا حاجه. راي الناس هل هيفرق معاك؟ مش هيفرق مش هيأثر معاك. وبعدين يعني انت لما تلاقي نفسك ناس كتير بتشجعك، وناس كتير وناس قليله جدا جدا اللي بتحبطك، هو ده طبيعي. مفيش حد، والله حتى لو العكس. مفيش حد انت كشخصا، مش كل يا الناس باشا والله تحبك. طز، حتى لو العكس، بالظبط. حتى لو كله بينتقدك وانت عارف ان الحاجه دي صح ومش بالظبط. حرام، بس طز فيه. كمل وما تشغلش دماغك بحد. يا ابني والله والله كلام الناس بيجيب ورا، حرفيا مش والله. بيقدم خالص. حرفيا والله. السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الفكره دي ولد الاستاذ عبد الله محمد، عبد الله سلطان. بنمسي عليه. والله لو ما نزلتش الحته دي انا ازعل منه. والله انزلها عبد الله محمد والدك هو بمسي عليه يا عم. اشوفكم الفلوج الجاي. سلام. سلام.